قرد صغير سمع ان في ماراثون، جري على مكان الماراثون وراح هناك، لقى اصحابه الحمير عمالين يجروا في الماراثون. اصحابه الحمير دي مش كنايه عن اي حاجه وحشه، هما بالفعل كانوا حمير. المهم ان هو قعد يجري جنب اصحابه الحمير، يجري 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 لغايه لما سبقهم. بطبيعته كقرد هو سريع. وبعد لما سبقهم اتفاجئ بحمار تاني، يعني حمار اصلا موجود في الماراثون بيتكرم. يا جماعه ليه؟ يا جماعه انا اللي سابق، يا جماعه انتوا ما شفتونيش وانا بجري، يا جماعه انا اللي سابق واول واحد واصل لخط النهايه. قالوا له ايه ده؟ انت اصلا مين اللي دخلك في الماراثون؟ ده كان سباق حمير. يعني ايه كان سباق حمير؟ يعني كان سباق حمير، ده طبيعي، ده كان الماراثون ده بتاع حمير مش بتاعك انت. ايه اللي دخلك سباق مش سباقك؟ ده بالظبط اللي احنا بنعمله. احيانا نلاقي سباق ملناش علاقة بيه خالص، قوة مش نفس قوتي، نوع مش نفس نوعي، ظروف غير ظروفي، كل الحاجات ما تنطبقش ان انا اتسابق. الحاجة الوحيدة اللي ينطبق معاها السباق هي انا اتسابق مع نفسي قبل كده. انا كنت ايه وبقيت ايه السنة اللي فاتت، انا كنت بعمل كذا، السنة دي عملت ايه، انتاجي كان كذا، السنة دي بقى ايه. هل انا عرفت اسبق اللي من نوعي؟ عرفت اسبق اللي من ظروفي؟ عرفت اسبق نفسي؟ مين اصلا في الحياة موجود هو نوعك وظروفك ووقتك واهلك وتعليمك وكل حاجة؟ مش هتلاقي حد انت وهو ظروفه متطابقة. اذا اي سباق هتخشه مع اي حد غيرك انت فيه هتكون خسران، مش هتلاقي نفسك كسبان فيه. يبقى انت كده في النهاية ظلمت نفسك وتعبتها ودخلت سباق مش سباقك. يا ريت تفكر قبل اي سباق تخشه، السباق ده بتاعي ولا مش بتاعي.